ليه كل سنة في الميعاد ده بدل ما بنوزع شربات للنجاح بنشرب قهوة سادة في عزا عيالنا؟ في 2018 طالب ثانوي عام عايش فترة الامتحانات كأنه داخل يتذبح مش داخل يمتحن، مفيش نوم، مفيش راحة، رعب من ورقة الامتحان ورعب أكبر من توقعات اللي حواليه. تقارير وقتها كلمت عن إزاي ضغط الثانوية العامة ورعب الامتحانات دمروا حالته النفسية. الطالب ده ما قدرش يكمل، والامتحان اللي المفروض يحدد مستقبله كان للأسف آخر محطة في حياته، لدرجة إن وزارة التعليم طلعت له نعي في فين رسمي. وتعدي سنين وفي 2025 نصحى على وجع جديد. المرة دي يوم النتيجة، بنت عندها 18 سنة بتدخل رقم جلوسها وايديها بتترعش. النتيجة ظهرت 60% بالورقة والقلم. البنت دي نجحت وعدت، بس في شارع كليات القمة البنت دي شافت انها فشلت وجابت العار. ومن رعبها من لحظة المواجهة ومن نظرة الخيبة اللي خايفة تشوفها في عيون اقرب الناس ليها، دخلت في انهيار نفسي شديد، والموضوع انتهى بمأساة توجع القلب. نهاية خلتنا كلنا نسأل ازاي رقم في شهادة يبقى تقيل لدرجة انه يقفل الدنيا في وش انسان بالشكل ده.